السلام عليكم. البارح كنت في الجامعة، امتحان تاع راتراباج، رحت نجيب لي كوبي خلاص الامتحان. تلاقيت واحد طالب جاي يهضر معايا. كي جاي يهضر معايا انا كنت نستنى يجي واش يقول لي استاذي ما مريضه، بابا ميت، عندنا مشاكل في الدار، خويا تاع مخدرات، صافي عاوني باش نباسي، عاوني واعطيني الموديل. ما قاليش الكلام هذا. واش قال لي؟ قال لي استاذ، قال لي في الحقيقه ما عندناش نفسيه تاع قرايه، ماناش حابين نقراو، ماشي مهم تقرا. انا جيت ندير له المحاضره التحفيزيه باينه، اقرا باش تنجح وتروح بعيد قال لي بابا 35 سنه خدمه وهو مدير، طوموبيل طاح طومبان ما قدرش يخدمها. يعني حتى انا كنت نافيغي بزنس ومنها، عاونته باش خدمها. شوف صافي. واش قال لي هو؟ قال لي باللي واش قاعد تحكي لي كامل نتايا كاستاذ هو النموذج التقليدي، القدوه التقليديه كيفاش تنجح. كذا ما دار باباه قرا ولا مدير وقعد 35 سنه خدمه، ومن بعد النموذج هذا ما نجحش. صافي النموذج اللي كنا نسوقوه تقليديا ما يصلحش، ما نقدرش نهضر عليها وقدامه باباه. واش صرا له هو؟ الواقع اللي قدامه سوسيولوجي يغلب كاع المحاضرات. تقدرش تبلعطو، ما يتبلعاتش، يقول لك انا نشوف بعيني. يعني هذا التعب الجهد اللي تقول لي بدلو، يقول لك انا ما عنديش دافعيه تاعو. هذا ماشي غبي، هذا ماشي كسول، هذا خمم عقلانيين، قال باللي انا الجهد هذا خساره نمدو في حاجه ما توصلش. هو شبه لي كي بدا يهضر على اساس انه هذه الجامعه هي كتقول شي محطه تاع ترى ركبت في قطار مع الاخر بعد 5 سنين وراح تلحق، راح يحبطك الترمينيس واسمه البطاله. وهما المشكله على بالهم نهار طلعوه في الترا هذا ما كانش عندهم بديل، على بالهم طلعوا فيه، وما على بالهم باللي البطاله. طالب كي يدخل سنه اولى بالك ما يكونش على باله الشهر الاول الشهر الثاني، بعد يعلموه، ما يجي يخلص الفصل الاول يعلموه. المشكل واش هو دوك انا؟ ولا شباب هذوما طلبه عندهم قناعه صحيحه باللي ما تقدرش تنجح بالتوصيات القديمه. الحكايات تاع الجهد يضمن لك النجاح، ماشي الجهد، الجداره. الجداره في القرايه تضمن لك النجاح، لانهم يشوفوا ناس بزاف يعرفوهم ما نجحوش بالطريقه هذه. واش دخلوا في واحد المرحله تاع الياس. هذيك المرحله تاع الياس واش هي؟ هذه شغل محاوله الدفاع عن النفس. شغل كي تقول شي حابين يدافعوا على روحهم خاطر راهم محبطين باش يقولوا لنا لا الطريق هذه ما توصلش. واش لازم طريق واحده اخرى. معناتها شنو؟ لازم نبدلوا الاسطوانه. معناتها انت كاستاذ اللي هو انا كاستاذ ما كان لا تجي تحكي لنا الحكايه هذه تاع القرايه، عاود موديفي حكايتك الا حاب تعاوننا.